فرق بين عملية الانيميشن والسيميوليشن. عملية الانيميشن هي فيجوال ريبريزنتيشن، بتقدر من خلالها تعرض حركة وتشغيل النظام بتاعك. حاجة مهمة قوي وانت بتعمل انيميت على السوليد ورك او الانفنتور، مش بيطلب منك لا معلومات خاصة بالماتيريال ولا بالدايمنشن ولا باللود، هي مجرد حاجة بتانيميت قدامك تقدر تعرض فكرة التصميم بتاعك او تشوف حركة الميكانيزم. عملية الانيميشن ممكن تفيدك في انك تكتشف خطأ في التصميم، زي خطأ في الدايمنشن انت كتبته خطأ، زي تصميم الجير بوكس اللي انت شايفه قدامك ده، وانا بعمله انيميت اكتشفت ان انا عامل حسبة غلط. اما عملية السيميوليشن هي محاكاة للي هيحصل في ارض الواقع اثناء تشغيل السيستم بتاعك، او تقدر تقول كده تحليل سلوك المنتج اثناء تشغيله. وبتقدر تستفاد من السيميوليشن من خلال عمليات كتيره جدا، زي انك تختبر المنتج بتاعك قبل تصنيعه، التنبؤ بكيفيه تصرف السيستم بتاعك، ودي ابسطها مثلا الاكسبليسيت داينامكس او اختبار التصادم اللي بيحصل على العربيات قبل ما تنزل السوق. حاجه اخيره انك بتقدر تحسن من اداء السيستم بتاعك او التصميم بتاعك، وده من خلال الاوبتمايزيشن اناليسيس، وده بيحصل من خلال انك بتقلل في الدايمنشن او بتستخدم ماتيريال ارخص، وده كله برضه بتقدر تعمله قبل التصنيع. الاوبتمايزيشن اناليسيس اللي هو انك بتوصل للاوبتيمم ديزاين، او من الاخر كده انك بتوصل لاعلى افشنسي باقل تكلفه. من الاخر كده عمليه الانيميشن هي توصيل حركه ووظيفه النظام بتاعك، ومن خلالها تقدر تستخدم صور او فيديوهات تعرض الشغل بتاعك، سواء كنت في الكليه او في شركه او الكلاينت بتاعك تشتغل فيه. اما عمليه السيميوليشن هي عمليه مختلفه داخل فيها اللود والدايمنشن والماتيريال، تقدر تعمل وتقدر تتنبأ بسلوك المنتج بتاعك قبل تصنيعه. بس كده، سلام.